هكذا يعزف النشيد الوطني. المغرب لم يكن قط حصانا أسودا، إنجازاته في الدوحة لم تكن صدفة عابرة، بل كانت ثمرة لتاريخ مشرف لطالما قهر فيه الكبار، فهو كبير بينهم. من بلغ مربع الذهب لا تنتظر منه أن يكون مجرد مكمل لمجموعته في الأولمبياد. أسود الأطلس تزأر بملء حناجيرها في بلاد الغال، وإن كانت البداية أمام الأرجنتين صاحبة التاريخ العريق في المسابقة، فإن الأمر لا يختلف عند المغاربة، فالخوف لا يسكن في قاموس الأسود. سفيان رحيمي نجم ساطع في سماء كرة القدم، ومنير رغم أن يديك ذهبيتان أفسدتهما نجاسة الحكم السويدي الذي كان حلمه أن تتعادل الأرجنتين، فأضاف شوطا ثالثا سلب خلاله حق المغاربة. تحقق حلمه، ولكن عدالة الله فوق الجميع. كتبت تقريرا مليئا بالتهم والادعاءات ضد الحكم السويدي، ولكن المفاجأة كانت أن هذا الحكم ذاته كان هو الفاصل والحاسم في أغرب مباراة عرفها التاريخ. صدق أو لا تصدق، المغرب أنصفها الحكم. أصدقائي، لن تخسروا شيئا إذا قمتم بالاشتراك في القناة وفعلتم الجرس ليصلكم كل الفيديوهات الجديدة، وأيضا شاهدوا هذا الفيديو فبالتأكيد سيعجبكم. إلى اللقاء.